الإعلامية العراقية منى سامي تنتقد مدرب منتخب الشباب واللاعب الدولي السابق عماد محمد بعد خسارة المنتخب أمام تونس، حيث غردت على تويتر قائلة: ألو عماد، عوف الطوبة واركض وراء هدف سامي. هذه التغريدة أثارت غضب الكثيرين، ومن ضمنهم اللاعب علي رحيمة الذي نشر قائلا: عالم ما تعرف الطوبة من الروبة، تحكي على عماد محمد، إلك الله يا عراق بلد العجائب. وانتشرت صورة لعماد محمد قديما وهو يحمل على صدره صورة لصدام حسين، واتهم بأنه بعثي، إلا أن تفسير هذه الصورة نجدها على لسانه، حيث حسب ما يقول بأنه بها أنقذ أخيه من الإعدام. ثاني شيء أنا رفعت صورة صدام، القاسي وداني يعرف بالعراق، يعني أنا شنو السبب اللي رفعته به؟ أخوي كان محكوم بالإعدام بذيك الفترة، ورفعت الصورة وطلعته من الإعدام. خلي الكل. أخوك؟ أخوي كان محكوم بالإعدام. يعني أنت من سجلت على كندا مو؟ إي على كندا بشباب. من رفعت الدريس وظهرت صورة صدام حسين من أجل أنه أخوك يخرج من الإعدام. أخوي يخرج من الإعدام وخرج من الإعدام. ومن جانب آخر انتقده كثيرين، حيث أنشأ مجلس عزاء في الأرجنتين بيوم استشهاد السيد الصدر. إلا أن عماد محمد رد على منى سامي بشكل عاب عليه الكثيرين، فكان رده لا يليق به كمدرب لمنتخب العراق، بأن يطعن في شرف الإعلامية منى سامي بكلام لا يصح، حيث شارك على صفحته ما تم نشره من أحد متابعيه، وفيها: عماد محمد عراقي، المنتخب عراقي، يمثل العراق من زاخو إلى الفاو، من يحاول تجير خسارة المنتخب من أجل إسقاطات سياسية، وبالمقابل يدعي الوطنية، فأنصحه بالذهاب وتسجيل الأهداف في شباك منى سامي، ومن ثم الاغتسال، ومن ثم عمل فحص DNA للتأكد من عراقيته. وهذا ما يجعل من موقفه موقفا ضعيفا جدا، حيث يجب عليه أن يتحلى بشرف الخصومة.